اتق الله، حرام عليك ما تخليش الناس تاخد ذنوب بسببك. اي واحد يا جماعة يروح مشوار او يسافر لازم يكتب رايح فين ورايح فين وجاي امتى وسافر ليه، لازم تقول بالتفصيل، اوعى تخبي حاجة. يعني لو انت مثلا مسافر عشان ما حدش يظن فيك سوء ويختابك ويجيب سيرتك ويقول عليك ان انت فاضي وان انت ظروفك حلوة وان انت مش لاقي حاجة تعملها، حرام عليك واتقي الله. اي واحد يا جماعة يروح اي مكان ولا يسافر اي مكان لازم يكتب رايح فين. لو رايح تكشف قول انا رايح نكشف عشان الناس تدعي لك ان انت رايح تكشف. لو رايح فرح قول برضه عشان الناس تقول لك ربنا يتمم على خير. لو رايح تسافر تسأل على حد تعبان او عامل عملية برضه لازم تقول يا جماعة انا مسافر المكان الفلاني رايح ازور حد عيان او رايح ازور اختي او رايح ازور عمتي او رايح ازور خالي، برضه عشان الناس ما تاخدش ذنوب بسببك وتظن فيك سوء. معلش احنا دلوقتي السوشيال ميديا دي بقت كل حاجة، تمام. ولو انت سافرت من غير ما تقول وطبعا محدش عارفك فين، دي مصيبة كبيرة برضو. يقول لك راح فين، ده اكيد عمل عملة، ده اكيد في حاجة معاه، ده اكيد محبوس، ده اكيد عمل نصيبة وهاج. فلو انت يعني انت لو ما قلتش رايح فين مصيبة، ولو قلتش برضك رايح تعمل ايه برضه مصيبة. الناس هتجيب سيرتك والناس تختابك والناس تاخد ذنوب بسببك. فمعلش زي بعضه، انت ولا كده هينفع ولا كده هينفع. لو انت سافرت تقول رايح فين وجاي امتى، تمام. وتقول رايح فرح الناس تقول لك ربنا يتم على خير عقبال اولادك. لو رايح حد ميت تقول رايح فلان ميت يقول لك ربنا يرحمه. لو رايح تسأل على حد عيان او عامل عملية برضه قول يا جماعة انا مسافر راح نسأل على خالتي او عمتي او اختي او خالي او اي حد، تمام، عامل عملية ورايح نسأل عليه، تمام، عشان بس محدش يختابك ويجيب سيرتك.